لو مستعجلة او ما عندكيش وقت، الاكلة دي عشانك، كله في صينية واحدة وعلى طول. دي صينية شاورما، بصوا الجمال، روعة، حاجة سهلة وبسيطة وكله في صينية واحدة وحاجة اخر شياكة، ومش هتاخدي اكتر من نص ساعة في المطبخ، وتتبيلة جبارة. معايا هنا صدر فرخة او نص كيلو من الشرايح الفراخ مقطعها رفيع قوي زي الشاورما، مكعبات بطاطس. هحط الزبادي، دول معلقتين زبادي كبار، معلقة صغيرة من الثوم مهمة قوي، وعصير ليمونة حلوة كده، ومعلقتين من الخل كبار، ومعلقتين من الزيت. البهارات عندي نص معلقة من الكمون، فلفل الاسود والملح، بودرة بصل، بودرة ثوم، بابريكا، ربع معلقة جنزبيل وقرفة وزعتر. وهقلب الكلام ده مع بعضه، ما تزوديش حاجة تانية. بجد انا جربت توابل كتير عشان احطها للشاورما دي، اكتر مرة ظبطت معايا وما بتاخدش اي وقت في التتبيل. انا هسيبها مسافة ما احمر البطاطس بس. حابه طبعا تسيبيها قبليها بليله، تحضريها وتشيليها في الفريزر وتطلعيها على التسويه، والله اللي انت عايزاه. انا هحمر البطاطس دي، انا ما اديتهاش لون جامد قوي عشان لسه ادخلها الفرن. هجيب بقى طاسه فيها شويه زيت كويسين كده، بس يكون سخنه اهم حاجه، وهنزل فيها بالفراخ عشان انا مش عايزاها تنزل الميه بتاعتها، وهسيبها تاخد تحميره من الوش ده، وهبتدي بقى اقلب عشان انا مش عايزه الميه بتاعتها تنزل. ودي الميه اللي كانت في الزبادي والسوائل اللي احنا حطيناها، فانا هفضل وراها لحد ما ابخر السوائل دي كلها زي ما انتم شايفين كده، واحمر فيها كويس قوي. وهنزل عليها ببصلايه واحده، فلفلايه رومي بقى، خضره، حمرا، اللي انت عايزاه. وهبتدي اشوح الكلام الحلو ده مع بعضه. انا مش عايزه الخضار يدبل قوي، انا عايزاه يكون فيه قرشه برده. بس هبتدي اوسع كده، وهحط ورقه فويل في النص او طبق، اي حاجه عندك، وهحط لها فحمايه، هتدي طعم حلو قوي للشاورما. هطفي الشحمايه بمعلقه زيت صغيره، وهغطي بقى الكلام الحلو ده واسيبه لحد ما احضر التوميه. انا نزلت لكم قبل كده فيديو التوميه، هنزله لكم تاني، هسيبه في الكومنتات، وهسيبه على الصفحه. هبتدي ارص الفراخ كده فوق البطاطس. سوري عشان انا عندي برد النهارده، والله صوتي مش عارفه اظبطه كويس. وهنزل بقى بالتوميه الحلوه بتاعتي دي، كانت توميه اقتصاديه وحلوه جدا زي بتاعه المحلات بالظبط، وسهله جدا، تقدري تحضريها بكميه وتشيليها في التلاجة. هبتدي احطها كده زي ما انتم شايفين على الوش، وهحط بقى عليها شويه من الجبنه الموتزاريلا عشان اديها شكل كده، وكاننا تعبانين في الحاجه. وعايزه اقول لك اكله حرشه وبتاكل لاخر لقمه. حضري العيش بصراحه، اكله حلوه 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 بجد. دخلتها على فرن متسخن على اعلى درجه حراره قبل ما تاخد لون حلو كده والموتزاريلا تسيح، مش هياخد الكلام ده 10 دقايق منك. وعملت بصل بالسماق والبقدونس، وبقيت التوميه، وحطيت ترشي وبيبسي والعيش، واكله بسيطه وسهله، واحلى فطار لسفره رمضان. اكله حرشه وبتاكل، روعه حقيقي، والف هنا.